النهاردة هنتكلم عن الإنتاجية، بس من مكان محدش يتوقعه خالص، الشوكولاتة. يعني هي الشوكولاتة مجرد طعم حلو خلاص؟ لا، القصة أعمق من كده بكتير. الحكاية بتبدأ هنا. كل قطعة شوكولاتة أصلها فكرة، فكرة ليها قصة. الموضوع بيبدأ بثلاث حاجات: كاكاو خام، حرارة هادية، والأهم من كل ده صبر. أيوة، بالظبط كده. لو استعجلت عليها بتزعل ومش هتديك النتيجة اللي عايزها، لكن لو اديتها وقتها واهتمام بتلمع وبتتظبط وبتطلع حاجة تانية خالص. شوفوا بقى، القالب مش مجرد شكل، لا، ده بداية القصة، ده اللي بيديها الإحساس. وهنا بقى المادة الخام البسيطة دي بتبدأ تتحول لحاجة ليها قيمة ومعنى. ممكن تبقى هدية من القلب أو فكرة مشروع أو ببساطة لحظة فرح. وده بالظبط تعريف الإنتاجية الحقيقية، مش سرعة وبس، دي قصة بتخلق قيمة. بالظبط، مش كل الشوكولاتة عشان تتاكل، في شوكولاتة معمولة عشان تتحس. طيب عشان نفهم ده عملياً خلونا نشوف القصة دي في قطعة شوكولاتة واحدة. شوفوا شكلها، معمولة بصبر زي إزازة برفان فخمة، كل ده مقصود. وبعدين الورد المجفف ده مش مجرد تزيين، ده بيكتب فصل جديد في قصتها. واللمسة النهائية دي، رشة الذهب، بتكمل الحكاية وبتقول إنها حاجة خاصة قوي. فالقصة كلها مش في الشكل، لا، دي رسالة، كل تفصيلة فيها ليها معنى. رسالة عن الحب، الذوق الرفيع، والاهتمام اللي اتحط في كل خطوة. وقبل ما حد يدوقها حتى الرسالة بتوصل، خلاص القصة نجحت ووصلت الهدف. وهنا بنفهم إن دي ما بقتش مجرد شوكولاتة، دي بقت رمز، أول هدية في حياة جديدة. يبقى الإنتاجية الصح هي إنك تحط قصة في شغلك، قصة بتخلق تواصل. السؤال بقى، إيه القصة اللي ممكن نحطها في شغلنا عشان نخلق نفس التأثير ده؟